سلام يا حلوين، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم رجعت لكم وصفة جديدة. وصفة اليوم كبة. كبة اليوم انا كتير اشتهيتها، واخر مرة اكلتها من ايد امي حبيبتي من 10 سنين. وهلا راح بحضر معكم للمكونات. هون بالنسبة للمكونات بدي برغل ناعم، وهون انا عندي بباكستان دورت برغل ناعم ابدا ما لقيت، لهيك انا طحنتن على ايدي ومبين معكم يمكن لانه كتير ناعموا معي. وراح بنقعن لشي 4 ساعات بالمي. وهون عندي للحشوة بصلة كبيرة. انا هون عملت كمية كتير قليلة، لهيك الحشوة كمان عندي قليلة والبرغل عندي قليل. وراح بنزل عليهم لحمة مفرومة بعد ما تدبلت معي البصل كتير قليل، بس بندبلها تتبيل بالزيت بنزل اللحمة المفرومة. وهون راح بضيف ملح حسب الذائقة، وعندي فلفل احمر نص معلقة وكمون معلقة كبيرة، ونص معلقة فلفل اسود، وبراس المعلقة قرفة. طبعا القرفة مو ضرورية، انا كتير بحب القرفة بالاكل لهيك انا على طول بضيف قرفة. هاي هون عندي الوصفة جاهزة، الحشوة جاهزة. راح بحط عليها شوية حمص، لانه انا كتير بحبها مع الحمص. طبعا مو ضروري مثل ما بدكن. وهي هون عندي البرغل بعد ما تشرب كل المي. راح بضيف عليه بطاطا مسلوقة. انا هون مثل ما قلت لكم البرغل انا اللي عملته، طحنته، لهيك انا راح بضيف شوي بطاطا اكتر علشان يتماسكوا مع بعض، لانه البرغل عندي ناعم كتير. وهلأ راح ببلش بشكلها بكبكبها معكم. وهي انا اول مرة عم كبكب كبة لهيك ما تواخذوني على هالكبكبة. بس طبعا الطريقة والطعمة تبعتها عن جد طلعت كتير ناجحة وكتير طيبة. شايفين؟ هاي انا لانه مثل ما قلت لكم هاي اول مرة عم كبكب كبة، بس كمان طلعوا كتير ظابطين. بعد ما خلصت كل المكونات كلياتهم، هاي طلعت معي هاي الكمية، وراح بقليهم بالزيت بس لحتى هيك ياخدوا لون براون. راح بطلعهم من الزيت مثل هيك. شايفين كيف اللون تبعتهم راح بيصير؟ هلا راح بطلعهم من الزيت وبنقدمهم. ووصلت معكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله يكون عجبكم الوصفة. وهي الكبة معي ما شاء الله شكلها بيشهي، ولانه كانت الدنيا صيام ما جربتها، جربناها على الافطار طلعت كتير طيبة ما شاء الله. وكان او حبايبي ما تنسوا تدعموا قناتي بلايك واشتراك وشير.